الساعة 8 الصبح في القاهرة، آلاف الناس بيتحركوا بنفس الرتم بالظبط، خطوات سريعة، كله مستعجل ومحدش بيبص في عين التاني تقريبا. ومن غير ما تحس بتلاقي نفسك بتسرع في مشيتك انت كمان. محدش قالك استعجل ومفيش أي حالة طوارئ. طب تفتكر انت بتمشي بسرعة زيهم ليه؟ الغريب إن طلع في بعض العلماء بقالهم عقود بيدرسوا السلوك ده، وعشان نعرف ده حصل ليه محتاجين نرجع بالزمن لورا. في أواخر السبعينات فيه باحث ومفكر مشهور في التخطيط العمراني اسمه ويليام وايت، صور الناس في الأماكن العامة. وايت كان مؤمن إن الرصيف مش مجرد طريق بنمشي عليه، ده مساحة اجتماعية، مكان للتواصل بين الناس. بين سنة 1978 و 1980 وايت سجل حياة الشارع في 4 أماكن: منطقة داون تاون كروسنج في بوسطن، حديقة براينت بارك في نيويورك، سلالم متحف المتروبوليتان للفنون، وشارع تشيستنوت في فيلادلفيا. وبعد عقود من الزمن رجع باحثين من جامعة MIT لنفس الأماكن، ومن سنة 2008 ل 2010 صوروا بالظبط نفس الأماكن دي وفي نفس الأوقات من اليوم. بس المرة دي استخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يراقبوا ويحللوا الحركة دي بشكل تلقائي. الفرق كان واضح وصريح. في سنة 1980 كان متوسط سرعة المشي 1.25 متر في الثانية، وعلى سنة 2010 السرعة دي زادت ووصلت ل 1.41 متر في الثانية. وده معناه إن المشاة ما كانوش بس بيتحركوا أسرع، لأ، دول كمان بقوا بيقضوا وقت أقل في الأماكن العامة بشكل عام. كمان باحثين جامعة MIT صنفوا أي حد بيمشي بأقل من نص متر في الثانية على إنه شخص بيتمشى براحته من غير أي ضغوط. وعلى سنة 2010 سلوك التمشية البطيئة والقعاد قل بشكل ملحوظ جدا في كل المدن. أرصفة الشوارع في المدن ما بقتش أماكن الناس تقعد وتتجمع فيها، بقت مجرد مساحات بنعدي منها وخلاص. طب ليه جسمنا بيعمل رد الفعل ده بالذات؟ علماء النفس عارفين من عقود إن البيئات الزحمة بتعمل ضغط وحمل زيادة على المخ، وحسب نظريات علم النفس العمراني من السبعينات الشوارع الزحمة بتخلق دوشة وإزعاج، زحمة بصرية وتشتيت للعين وحركة مستمرة. كل ده بيعمل حاجة اسمها تحميل حسي زايد، ورد الفعل التلقائي للمخ بيبقى بسيط جدا: امشي أسرع عشان تهرب من المكان ده. انت هنا مش بتحاول تعمل رياضة، انت بتحاول تخلع وتخرج. وده معناه ان سرعة المشي مش مجرد مجهود بدني وخلاص، دي مسألة نفسية بحتة. في ناس كتير بتفترض إن الموبايلات الذكية هي السبب في التغيير ده، بس اللي عايزة أقولهولك إن الأبحاث بتقول عكس كده تماماً. باحثين جامعة MIT استخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يرصدوا نسبة استخدام الموبايلات في الفيديوهات، ولقوا إن استخدام الموبايل أثناء المشي كان أقل من 10% من كل الأماكن دي. وفي سنة 2010 نسبة امتلاك الموبايلات الذكية في أمريكا كانت لسه تحت 40%. يعني سرعة المشي كانت بتزيد فعلاً، حتى ومعظم الناس ما كانتش بتستخدم الموبايل وهي ماشية. الموبايلات ممكن يكون ليها دور، بس أكيد مش هي المحرك والسبب الرئيسي. في تفسير تاني للموضوع ده، وهو الوقت. على مدار 30 سنة المدن بقت أغنى، وحسب بيانات أنماط الأعمال في المقاطعات الأمريكية متوسط الدخل السنوي عدى 70 ألف دولار في المناطق القريبة من أماكن زي براينت بارك وداون تاون كروسنج على سنة 2010. وعشان كده لما الوقت بتبقى قيمته أغلى الناس بتبقى عاوزة كل حاجة أسرع. فالمشي بسرعة هنا بيبقى رد فعل منطقي وطبيعي لمواكبة بيئة اقتصادية رتمها سريع. يعني في الحالة دي سرعتك وخطوتك بتعكس انت شايف قيمة وقتك ازاي. الدراسة كشفت كمان عن تحول وتغيير اجتماعي واضح. نسبة الناس اللي بتمشي لوحدها فضلت زي ما هي تقريبا 67% سنة 1980 و68% سنة 2010، بس المقابلات الاجتماعية التلقائية والصدف قلت بشكل ملحوظ. في سنة 1980 كان فيه شخص من كل 20 شخص بيتقابل ويتجمع مع ناس تانية بعد ما يدخل أي مكان عام، وعلى سنة 2010 النسبة دي نزلت خالص وبقت شخص واحد بس من كل 50. وحسب كلام كارلو راتي الأستاذ في جامعة MIT الأماكن العامة دلوقتي بقت بتشتغل كممرات للطريق وبس، ومبقتش أماكن للتجمعات زي زمان. ودلوقتي ممكن يكون فيه سبب تاني يخلي الناس ما بتقعدش في الشارع كتير. الحياة الاجتماعية نفسها ممكن تكون اتنقلت للأماكن المقفولة. في سنة 1980 سلاسل الكافيهات الكبيرة ما كانش ليها وجود تقريبا، أما النهاردة فالكافيهات بقت بتقدم قعاد مريح وتكييف وراحة تامة، وبدل ما الناس تقف على الأرصفة في الشارع بقوا بيتقابلوا جوه أماكن مقفولة ومتهيئة. وزي ما الباحثين بيوضحوا التواصل بين الناس في العالم ما اختفاش، هو مجرد غير مكانه. عشان نلخص كل اللي قلناه،
السبب اللي بيخلينا بنمشي أسرع بشكل تلقائي في المدن الزحمة ببساطة عشان الأماكن الزحمة بتضغط على حواسنا وتشتتها، والوقت بنحس إن قيمته بقت أغلى، والمدن نفسها بقت بتدي الأولوية للحركة مش للفرملة والهدوء. فتلاقي جسمنا بيتحرك بسرعة قبل حتى ما مخنا يستوعب إيه اللي بيحصل. سرعة المشي ما بقتش مجرد وسيلة عشان تروح لمكان معين وبس، دي بقت إشارة واضحة بتعكس رتم الحياة الحديثة عامل إزاي: أسرع، أزحم، وصعب، صعب جدا كمان إنك تهدي السرعة دي. تابعوا القناة عشان تكتشفوا أسرار أكتر عن سلوكياتنا. وانتوا بقى رأيكم إيه في الموضوع ده؟ أشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.